عليكم ورحمة الله وبركاته. عود أحمد. معاكم أنا هشام، مدرب التنمية البشرية واستشارية علاقات أسرية. سعيدة جدا إن أنا رجعت لكم تاني. هتكلم عن موضوع مهم جدا جدا النهاردة، ألا وهو إيه السر في التحول اللي بيحصل من فترة الخطوبة لبعد الجواز. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن الدورة الذهنية للعلاقات الزوجية. يعني إيه؟ دلوقتي احنا خلينا متفقين ان اي حد في سواء بقى انا هتكلم الطرفين نفسهم، بنت او ولد، بيحصل فيه تحول. فترة الخطوبة دي بتبقى حاجة تانية، فترة كتب الكتاب دي بتبقى حاجة تانية، فترة بعد الجواز دي حاجة تالتة خالص بقى. تمام، تعال نشوف كده ان كل حاجة في الحياة ليها دورة ماشية فيها. العلاقات الزوجية كمان ليها ليها دورة. طب ايه دورة العلاقات الزوجية؟ تعالى نمشي مع بعض مراحل مراحل عشان نعرف ايه سر التحول اللي بيحصل في العلاقات الزوجية قبل الخطوبة وبعد الخطوبة وبعد الجواز. اول مرحلة في الدورة دي هي مرحلة الانجذاب. ايه الانجذاب دي؟ ببدأ اتجذب للشخصية اللي متقدمة لي. بيبدأ انجذاب عن طريق ايه؟ انجذاب عن طريق البصر. ببدأ اشوف، فانا بعجب بالشخص ده عن طريق بصري، يبقى انجذاب بصري. انجذاب سمعي، ببدأ اسمعه، اسمع صوته، اسمع كلامه، ببدأ يحصل انجذاب سمعي. ببدأ بعد ما يمشي افكر فيه او هو يفكر فيا، يبقى يحصل فيه انجذاب ذهني. يبقى مرحلة الانجذاب دي فيها 3: سمعي وبصري وذهني. طب مرحلة الانجذاب دي ان كل واحد بيحصل ان هما بيلبسوا احسن لبس، بيحطوا برفانات، بيظهر في احسن صورة، ممكن يطلع حاجات مش عنده عشان يعجب الطرف التاني. المرحلة دي انا مش عايزة اقول لكم ان المرحلة معظمها في ناس بتبقى صادقة وفي ناس بتبقى كذب. تمام، يبقى اول مرحلة في الدورة الذهنية هي مرحلة الانجذاب. تمام، طبعا المرحلة دي بيبقى الكل ظاهر فيها على انه المثل الاعلى. طيب تاني مرحلة هي مرحلة التقدير، ان انا ببدأ اقدر الشخص اللي قدامي. بقدره ازاي؟ انا دلوقتي خلاص انجذبت ليه، بيحصل فيه ان انا كل ما يقول حاجة اوافق على رأيه، هو نفس النظام، يحترم رأيي، يقدرني. بيبقى المرحلة دي لحد ما العواطف فيها ثابتة او متزنة، مش زي المرحلة اللي فاتت. تمام، يبقى تاني مرحلة التقدير. تالت مرحلة لا دي التالتة مش خطر قوي، برضه لسه فيها. تالت مرحلة هو الارتباط العاطفي، ان انا ببدأ خلاص حبيت الشخص ده او هو حب البنت دي، خلاص يبقى انا ارتبطت بيه ارتباط عاطفي. الطاقة بتبقى واحدة، بدل ما كل واحد ليه طاقة لا بيتجذبوا بيبقوا طاقة واحدة. دي مرحلة الارتباط العاطفي. اخطر مرحلة اللي جاية دي بقى، طبعا مرحلة الارتباط العاطفي بتفضل بعد الخطوبة وبعد كتب الكتاب، ممكن بعد الجواز بشهر شهرين. تمام، وطبعا في ناس بتقدم في المراحل دي قبل حتى ممكن يعيشوها قبل الخطوبة. يعني مش شرط نفسه التدريج ده، المهم اللي هيعدي هو في اي علاقة زوجية لازم يعدي بالمراحل دي. المرحلة الرابعة دي بقى وهي اخطر مرحلة، هي مرحلة التعود. ايه مرحلة التعود؟ ببدأ انا والبني ادم اللي انا اخترته ده بنتعود على بعض. مش مضطر ان ابذل مجهود علشان اعجبه، مش مضطر ان انا اعمل حاجات كنت بصطنعها عشان اعجبه. انا بتعامل معاه براحتي، بطلع اللي عندي. مرحلة التعود ده بيحصل فيها بقى ان انا بشوف بني ادم تاني غير اللي انا اتعاملت معاه في فترة الخطوبة، اللي هي فترة او مرحلة الانجذاب. طب مرحلة التعود ده ايه اللي بيحصل فيها اكتر؟ ان انا البني ادم او البنت اللي برتبط بيها وهي نفس النظام او هو نفس النظام بيبدأ يتعامل معاه براحتي. يعني براحتي، مش احنا بقينا طاقة واحدة، يعني بقينا خلاص احنا الاتنين خلاص بقينا واحد. ببدأ اطلع بقى المواهب اللي عندي، مش عايز ابذل مجهود لاني انا شايف ان العلاقة مش فيها جديد. تمام، يبقى انا خلاص اطلع بقى اللي عندي. دي طبعا اخطر مرحلة، وده المرحلة اللي بيحصل فيها تحول في العلاقات الزوجية. نكمل رقم 5 او المرحلة الخامسة، وهي مرحلة المقارنة. بيبدأ البنت او الولد تقارن بين المرحلة بتاعت الانجذاب ومرحلة التعود. مش هو ده البني ادم اللي كان معايا في مرحلة الانجذاب او مرحلة الخطوبة، هو نفس النظام، مش هي دي البني ادم اللي كانت معايا في مرحلة الانجذاب مرحلة الخطوبة. بيحصل مقارنات. لو المقارنات دي حصلت بيحصل فيه توقع، ان انا بتوقع ده، كنت انا متوقع زمان ان البني ادم ده هيتعامل معايا غير كده، ده انا كنت متوقع زمان ان البنت دي هتفضل زي ما هي مهتمه بشكلها زي ما كانت معايا في فتره الخطوبه، ده انا كنت متوقع زمان ان هو هيقول لي كلام حلو وهدايا وبرفانات ومش عارفه ايه زي ما كان متعاد.
لو كان التوقع سلبي سواء من الطرف البنت او الولد، لو كان التوقع سلبي بيحصل فيه انعدام توازن عاطفي. ايه انعدام توازن عاطفي ده؟ باختصار شديد ان كل واحد عاوز يكلم حد بره يشكيله من شريك حياته. انعدام التوازن العاطفي ده لو كل واحد قال لصاحبه ده حبيبتي اتغيرت، ده مش هي دي اللي انا خطبتها، ده اتغيرت مش عارفه ايه، وقال راح شكى لاهله وهي نفس النظام، بيدخلوا طاقات غريبه جوه الطاقه، مش هما الاتنين بقوا طاقه واحده، بيجيبوا طاقات اشخاص جديده يدخلوها جوه الايه الطاقات بتاعتهم. بيحصل ايه؟ بيحصل انه بيرجعوا، مش بدل ما كانوا قوه واحده بيرجع كل واحد لطاقه معينه، فبيحصل الخلافات، فبيحصل المشاكل، لان كل واحد بيدخل يفتي، كل واحد بيدخل يتدخل، حتى لو الاهل ممكن يخربوها فعلا. مادام هم سمحوا لنفسهم في العلاقتين سواء بنت او ولد ان هم يدخلوا طاقة غريبة جوه طاقتهم، اعرف ان العلاقة نفسها خلاص حصل فيها انعدام توازن عاطفي. وانعدام التوازن العاطفي ده بيحصل فيه الى حد ما او عدد كبير ان هم بيحصل فيه انفصال. تمام. طب انا دلوقتي ممكن اوصل لمرحلة في الانعدام ده ان انا يبقى مخي نفسه بره البيت وجسمي هو اللي في البيت، وممكن اوصل لمرحلة معينة ان انا خلاص مش قادر استحمل ان انا اعيش مع البني ادم ده سواء بقى ولد او بنت، ان انا خلاص مش قابلاه، كل اللي بعمله ان انا بفكر فيه بتفكير سلبي، وده اللي احنا هنتكلم عليه. ده كده بالنسبة لايه؟ للدورة الذهنية للعلاقات الزوجية. تعال نشوف شوية حلول بقى نعملها. الحلول، تمام. اول حاجة، بتبدأ الزوجة او الزوج لما يعوز طلب، مش ينفع انا اطلب من زوجي الطلب بالحاح، وبالذات خاصة مع الرجالة. يعني ايه؟ يعني الراجل اصلا متعود على الانجاز، تمام، فهو وبالذات في الطبقة الوسطى، يعني الطبقة الوسطى المكافحة دي هتلاقي معاهم الحتة دي قوي، لان الراجل بيطلع من طول النهار لحد اخر الليل في الشغل، فبالنسبة له ان هو بيعمله ده انجاز. فانت لما تطلبي منه الطلب وليكن مثلا يخرجك بره انت والاولاد او يفسحك، فهو لو انت طلبتيه باسلوب غلط وطلبتيه بانك اللي هو النقد، وطلبتيه بالمعايره وطلبتيه بالاسلوب ده، الطلب ده هيتحول لحاجه ان هو مضطر يعملها عشان يرضيكي. لو عملها مرة التانية التالتة مش هيعملها، لانه الحاجة نفسها ارتبطت بالألم. يعني هو الحاجة دي عطلت انجازه، ده هو في دماغه كده ان الحاجة دي عطلت انجازه، ربطها بالألم، واي حاجة بتتربط بالألم البني ادم بيبعد عنها. تمام. يبقى انا ليه او ايه الحل اللي انا يعني اتفادى الموضوع ده؟ ان انت اولا تحسسيه ان الحاجة دي من ضمن انجازه، ان هو يطلع يرفه عن نفسه علشان شغله، او ما نصح المجهود اللي بيعمله في الشغل على الاقل يطلع يرفه عن نفسه شويه عشان يغير جو، وفي نفس الوقت يطلع يرفه عنكم شويه. يعني انت تحسسيه ان دي من ضمن الانجاز بتاعته بنفس الاسلوب، واسلوب كويس، اسلوب بني ادمه فعلا بتقدر شريك حياتها، بتقدر مجهوده. يعني لو قلت له حتى حبيبي ممكن بعد اذنك، يعني لو انت مش، لو مثلا مش وراك حاجه بكره نطلع نغير جو، على الاقل انت تغير جو الاولاد واحنا ويبقى الحياه تبقى لطيفه، وعلى الاقل تستعيد نشاطك ان شاء الله، يبقى الشغل اللي بكره يبقى احسن وتدي انجاز احسن. ولو انت عندك شغل بكره خلاص نخليها وقت تاني. تخلي الاختيار نفسه ليه، مش يبقى اسلوب الاجبار. ادي حاجه. يبقى انا لما اربط حاجه بالالم او بالعدم الانجاز سواء بقى راجل او ست، هتلاقي البني ادم بينفر من الحاجه دي. يبقى انا احط الحاجه دي او اطلب الطلب ده اخليه من ضمن الايه انجاز الشخص. ادي اول حاجه. تاني حاجه للرجاله، في قانون اسمه قانون الانجذاب. يعني انا بفكر في حاجه يعني مثلا وليكن انا بفكر في شخص بطريقه معينه، بتروح له الطاقه دي بطريقه معينه، حتى لو انا تعبيراته شكلي نفسه مش بيدي الطاقه دي. وليكن مثلا انا مثلا ماشي في الشارع لقيت بني ادم انا مش برتاح له، فابتسمت ابتسامه اللي احنا بنقول ابتسامه صفرة زي ما بنقولها، تمام. فايه المتوقع؟ البني ادم برضه مش هيرتاح لي. طب انا ابتسمت وتعبير وشي اللي انا ابتسمت، بس الطاقه اللي رايحه له مش كده خالص. معنى كده انك لما بتفكر في زوجتك اللي هي تبقى قاعده قدامك وتفكر فيها سلبي او بطاقه سلبيه، فهي بتروح لها نفس الطاقه السلبيه دي، حتى لو انت تعابير وشك نفسها مش مديها طاقه سلبيه. يعني ايه؟ يعني لو انا مبتسم للزوجه وبفكر اقول يا ده دي اتغيرت، ده مش كانت كده، ده مش كان شكلها كده ايام الخطوبه، وعمال افكر فيها تفكير سلبي، ده الطاقة دي بتروح لها هي عندها وهي بتردها لك برضو طاقة سلبية. يبقى انا احسن تفكير، او معنى صح احسن امسك الافكار اللي جايه لدماغي دي واعصرها كويس قوي، واشوف البني ادم اللي قدامي بطريقه كويسه وشكل كويس وتفكير احسن. تاني حاجه،
في حاجه كمان عايزه اقولها، ان انا الواحد لما بيركز عن حاجه او بيفكر في فكره ويركز عليها قوي بيحصل 3 حاجات. في معلومات بتتلغي، المعلومات اللي قبلها بتتلغي نهائي، وفي معلومات بتتعمم، وفي معلومات بتخيلها. طيب تعالي نربط القانون بتاع التركيز ده في العلاقات الزوجيه. انا دلوقتي شايفه زوجي مثلا وليكن طلع له كرش، تمام، مش هو ده اللي انا متجوزاه في الاول، فانا ببدا اركز على الحته دي، ان هو خلاص شكل جسمه اتغير تماما، تفكيره اتغير تماما، بقى عصبي تماما، بدات اركز على التفكير السلبي في زوجي، اركز اركز اركز, أركز. ايه اللي بيحصل؟ ان البني ادم او الفكره نفسها بتتملك مني، بيبدا احط فيها احاسيس، يعني ايه، بتنرفز واعصب نفسي، والجهاز المناعه بتاعي يعلى، والضغط الدم يعلى، والجهاز العصبي يتشنج، وابدا ده كله عشان فكره، مجرد فكره سلبيه فكرتها في زوجي. ويبدا بيحصل بعد كده لما هو يجي يتكلم معايا، ابدا يحصل بقى يطلع السلوك اللي انا ممكن اتنرفز عليه، انا اقول له انت مش كنت كده زمان، انا كذا، وابدا ايه، يطلع سلوك. يبقى انا ليه انا اصلا من الاول خالص افكر بطريقه سلبيه؟ جوزك اللي معاكي حاليا ده هو تعب وشقي لحد ما وصل اللي هو فيه، يمكن هو اهمل في جسمه او اهمل في شكله، ممكن تجيبها له بطريقه شيك ان هو يروح الجيم وانت تروحي الجيم وتساعدوا بعض وتعينوا بعض، بس مش يبقى هو ده التفكير السلبي، او انك تسيبي كل الايجابيات دي كلها وتركزي في حاجه معينه. زوجتك اللي هي طالع عينيها في البيت مع الاولاد، رعايه وشغل البيت والدوشه دي كلها، وفي الاخر تيجي تقول لها انت مش بتعملي حاجه، انت كذا انت كذا انت كذا، وانا طالع عيني وانت مش بتعملي، انت قاعده في البيت، وتبدا تقلل منها. فبالتالي الطاقة السلبية اللي انت ماسك فيها لزوجتك دي هتتعكس عليك بعد كده، وهتبدأ تكره البيت. واساسا اساسا اساسا في ناس كتير يتمنوا ضفر زوجتك اللي مش عاجبك دي، تمام. يبقى انا ليه اركز القانون بتاع التركيز ده في العلاقات الزوجية، او اركز التركيز في التفكير السلبي مع مراتي او خطيبتي او غيره او غيره؟ خلي المعادلة دي قدامك، فكرة بركز عليها، بيطلع معاها احاسيس بتتحول لسلوك، يبقى انت المتحكم في افكارك، عشان كده انت المتحكم في سلوكك. اتحكمت في الاتنين دول هتتحكم في مصير حياتك بعد كده، تمام. ده تمرين هنختم بيه، اسمه تمرين التدريبات الذهنيه، علشان اعود نفسي لما اتحط في اي موقف افكر بطريقه كويسه، افكر بحاجه كويسه، واتعود على التمرين ده. التفكير او التدريبات الذهنيه دي، اول حاجه قبل ما انام ببقى معايا ميه، بشرب ميه، باخد نفس، اطلع الزفير اطول من الشهيق، واغمض عيني، واتخيل ان انا حطيت في موقف صعب جدا، وبتصرف بتصرف في الموقف نفسه بطريقه متزنه وبتفكير سليم، تمام. تمام، افكر بطريقه صح. الله اكبر الله اكبر. العقل البشري نفسه بيبني التجربه بتاعته على اخر حاجه بفكر فيها. بنام وبفضل افكر ان انا بتصرف باسلوب كويس، وبتصرف باتزان تام وبتفكير صحيح في اي موقف انا حابه، موقف صعب جدا وببقى متسرع فيه او ببدا اصحى، بعمل نفس اللي انا عملته ده بعد ما اصحى، تمام، اشرب ميه واغمض عيني وابدا اتخيل، تمام تمام تمام، واروح قايم. ايه اللي بيحصل اللي انا عملته ده؟ بيحصل فيه استمراريه، ان انا بنام العقل نفسه شغال، اللاواعي شغال وانا نايم، ببدا اصحى بخليه نفسه شغال، وببدا اكرر التمرين ده اكتر من مره. بتلاقي لما بتنحط في موقف صعب العقل نفسه بيبني رد فعله على الاولويات. يعني الاولويات يعني اعلى فكره او احاسيس في اخر حاجه حصلت لك، فانا بديله المعنى صح الاجابه، ان انا بتصرف في كذا، ولما يحصل موقف بروح متصرف في كذا، وابدا ارد باتزان، ابدا افكر بطريقه ايجابيه، وهكذا. فبيبدا مع الاستمراريه بتبدا تنحط في مواقف صعبه وتفكر في اتزان تام في المواقف دي، تمام. دي كانت حلقه بسيطه كده عن الدورة الذهنية للعلاقات الزوجية، وشوية حلول كده بسيطة. يا ريت نتفاعل مع الفيديو، عاوزة اوصل لاكبر عدد من الناس، يمكن نغير الناس باذن الله. يعني انا واثقة في الله ان شاء الله، وفيكم الناس اللي بتتفرج عليا. شير للفيديو. ان شاء الله هسيب رابط اليوتيوب باذن الله، قناة اليوتيوب بتاعتي، عشان هتنزل عليها فيديوهات اولا، ثم الفيس نشترك فيها برضو عشان بيجي التنبيهات. الانستجرام الا هشام. يا ريت نتابع ويا ريت نطبق، يعني مش نتابع ونسمع بس، نطبق ان شاء الله، لان ان شاء الله باذن الله كل يوم في جديد، وهنعمل برامج باذن الله قريب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سعيده جدا انا معاكم. السلام عليكم.